ماما وقعت وهي بتتوضى ومش قادره تقف على رجليها. القصه دي بتجيلنا كتير جدا، بالذات في الستات ما بين 60 70 80 سنه، لما بيتكعبلوا في الارض لا قدر الله، او هي بتتوضى وترفع رجليها على الحوض تقع على جنبها. اكتر حاجه بنفكر فيها كسر عنق الفخذ او النيكوفيمر فراكشرز. اول حاجه بننصح بيها لما يجي لنا حاجه زي كده ان لازم نعمل اشعه عشان نشوف هل حصل كسر لا قدر الله ولا ما حصلش. طيب لما بيحصل كسر بنعمل ايه؟ في الكسور اللي زي دي في السن الكبير احنا بنفكر في حاجه واحده، تو موبيلايز ذا بيشنت. لازم المريض يبدا يدوس على رجله في اسرع وقت. اهالينا من كبار السن لما يقعد فتره ما يدوس على الارض بينسى المشي، وبالتالي في الكسور دي بنفكر في حل تغيير المفصل. انواع تغيير المفصل بتختلف حسب سن المريض ودرجه نشاطه، بنبقى ما بين تغيير نص مفصل او بايبولر هيمي ارثروبلاستي، اكتر في السن الكبير شويه، اكتر في درجه النشاط القليله. بينما لو درجه نشاط المريض اعلى او سنه اصغر شويه او معاه خشونه في الفخذ مصاحبه لوجود الكسر، بنفكر في التوتال هيب ريبليسمنت. المره الجايه ان شاء الله هنقول لكم الفروقات بين الاثنين وايه البريكوشنز اللي بنحتاجها او المحاذير اللي بنحتاجها بعد عمليات تغيير المفصل.